نجم احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والمنتخب والعالمي، اخبارك ايه؟ طمنا عنك في الدوره سي بتاعت الاتحاد الافريقي. الحمد لله كله تمام. ايه اخر اخبارك في الدورات والمعايشات؟ انا طبعا استفدت بشكل كبير جدا من خلال وجودي مع دكاتره كبار زي الكابتن دكتور محمود سعد والكابتن فتحي نصير والدكتور هاني والدكتور اشرف جابر. يعني استفدت منهم بشكل كبير جدا، وسعيد بوجودي في وسط نجوم كبار زي كابتن جارم وكابتن عمر عبد الله وحتى الولاد الشباب الصغيرين مدربين الشباب استفادوا بشكل كبير جدا. فبشكر الجميع على اول حاجه على الاتحاد الافريقي بتسميتهم الدوره باسمي، وبشكر الشباب المدربين على التعاون الكبير اللي لقيته منهم. هل في دورات جايه سواء بره مصر او جوه مصر؟ طبعا. اقرب حاجه ايه؟ اقرب حاجه في انجلترا هاخد البي ان شاء الله في اقرب فرصه، ممكن الشهر الجاي او اللي بعده بقدم فيها. وانا خدت السين من انجلترا اصلا، يعني دلوقتي واخد السين من انجلترا ومن الاتحاد الافريقي. الرخص التدريبيه مهمه جدا طبعا، موهبه في التدريب والشخصيه لا تكفي، لازم تثقل مواهبك بالدراسه، وده اللي انا بعمله دلوقتي. واخر المعايشات اللي ممكن تعملها عملت انت في اياكس امستردام؟ لا، عملت في اكتر من حته يعني، لكن اخرها كان اياكس. وانا دايما حريص ان انا اطلع على ما هو جديد في عالم التدريب من مدارس مختلفه ومدارس متنوعه، لان ده شيء مهم جدا بالنسبه لي. في حاجه قريب؟ في معايشه قريب؟ لسه كل حاجه برتب لها يعني. اخبار قطاع الناشئين ايه؟ الحمد لله، احنا الحمد لله عملنا طفره كبيره جدا في القطاع في خلال سنه واحده، وعندنا لعيبه جاهزه ان هي تشارك مع الفريق الاول بدايه من الموسم المقبل ان شاء الله. بشكر كل العاملين في القطاع مع المجهود الجبار اللي عملوه خلال الموسم الماضي. عندك لعيبه كام لعيب ممكن يطلعوا مع الفريق الاول الموسم اللي احنا فيه ده او الموسم اللي جاي؟ 4 لاعبين. في مراكز ايه؟ ما اقدرش اقول في مراكز ايه ولا اسماء. طيب ماشي، شكرا.